رامي معكم، لا خوف عليكم. دخلت اليوم للعبة واتفاجئ اني وجدت جون سينا في فري فاير. كيف يا رامي؟ قارينا كل يوم او يومين تنزل احداث في فري فاير، واليوم جاءكم جون سينا. مباشرة ندخل للحظ الملكي وراح نتفاجئ انه يوجد حدث ولا مرة عملته قارينا على ما اعتقد، ما عملت سكنات مثل هيك. مباشرة نشوف هذا الحدث، والان السؤال اللي هو كم يكلف هذا الحدث راح نعرف بعدين. خلينا نشوفوا كل سكنات. اول شيء هذا القناع اللي على ما اعتقد ولا شخص راح يحتاجه، سيارة اسطورية، سيارة الاثرياء، والسكن الاساسي شباب يشبه جون سينا بصراحة. شوفوا صدرية حلوة، البنطلون يعني تبع العميقين، حذاء غير صالح، والقناع لا خلينا نحرق بدون نية فاسدة. يلا ليست جو. شوفوا شباب، اول لفة ب 179 واعطونا ماذا اعطونا؟ توكن واحد فقط، يعني كل يوم يعطوني توكن واحد، 3 توكن. اوكي 13 توكن اول لفة. كم كلفنا شباب؟ شوفوا كم عندي جوهرة، وفي نهاية الفيديو شوفوا كم عندي جوهرة، وراح نشوفوا كم كلفنا ونعرف هل هذا الحدث يستحق كل الجوهر اللي راح نصرفها عليه ام لا. قبل حرقه يا عزيزي المشاهد ما عليك الا تكمل الفيديو من البداية الى النهاية. شباب نسيت ان اقول لكم لا تنسوا اشتراك ولايك، ضروري تعمل لايك، لازم نوصل هذا الفيديو 5000 لايك. ليست جو نكمل الحرق. تخيلوا قارينا مرة اكون اصور في فيديو وتعطيني سكين من اول لفة. تخيلوا شباب، تخيلوا. يلا يعني شوفوا 13 توكن في كل لفة. ليست جو تخطي 14 توكن. ليست جو راح يعطيني 13 توكن، انا متأكد 13 توكن. يلا 12 توكن. هيا ليست جو. قارينا اعملي مثلا يوم، اعملي في خير واعطيني سكين من اللفات. في حياتي ما شفت سكين من اللفات، والله انه قارينا يعني تخمم الا في الفلوس. ليست جو كملوا اللفو شباب. 5 لفات، 5 توكن، قلت 5 لفات، والباقي كلهم توكن. 15 توكن في لفة. هذه اللفة 5 توكن، 2 توكن، واحد. يلا ليست جو. هنا 16 توكن في هذه اللفة اللي بعدها 2 توكن، واحد. لازم نحرق الحدث كله، يعني راح تكمل واحد، يعني ليست جو. 1 توكن يعني لفة ب 11. اوكي ليست جو. 1 توكن مثل العادة، يعني لحد الان مجمع السكين كم يكلف؟ 180 توكن. يلا كملوا اللفو شباب، لازم نحصل عليه في اسرع وقت. الان يعني السكين كم كلفنا؟ حوالي 2000 جوهرة او اكثر. شباب احسبوا اكتبوا لي في التعليقات. ليست جو 13 توكن، شيء جيد. ليست جو من جديد. هيا قارينا على الاقل 50 توكن. هيا بدي اضغط على 50. شوفوا شباب لحد الان 13 توكن. الان جمعت التوكن تبع السكين، يعني باقي لي التوكن تبع السيارة والتوكن تبع القناع. انا بما اني انا داخل الشراكة، والشراكة تعطيك جواهر مجانية لازم تحرقها. واخيرا انا يعني غيرت نبرة صوتي لانه قارينا اعطتني 20 توكن وانا ما ركزت فيها. ليست جو. شكرا قارينا. يلا كمل. يعني شوفوا شباب الان كم نحتاج توكن؟ دقيقة احسب كم نحتاج. واحد لفة اكيد يعني. شوفوا كم نحتاج. 180 زائد 50 230 زائد 40 270 على ما اعتقد. يلا الى 270. ليست جو. 2 والباقي كلهم توكن. يلا ليست جو تخطي 3 توكن والباقي كلهم توكن. الان جمعت 250، باقي لي 20 توكن. يلا ليست جو. 1 توكن. يا قارينا اعملي مرة واعطيني 50 فقط. 50. انا الان ماني حاب اكبر بطني، يعني اعطيني 50 وفقط. يلا 3 1 قارينا حلفة بالله انها ما راح تعطيني 50. يعني هي تعرف انه انا الان اصور فيديو، على ما اعتقد الان عندي 274. يلا استبدال هذا التوكن. ما نفتحهم شباب، نخليهم يعني لتصوير فيديو اخر تبع تفتيح باكيجات. يلا السيارة. انا بعرف احسب يعني جبت كل شيء. شوفوا شباب القناع ما يصلح ولا لأي شيء. يعني بعد ما كملنا حرقنا هذا الحدث، نتوجه الى حدث جديد، والحدث هذا اللي هو نزل اليوم الساعة 3 صباحا. ما هو هذا الحدث يا رامي؟
دقيقة نبحث عليه، أين ذهب؟ شوفوا شباب، هذا الحدث هو حدث رقصة الدخول مثل ما أنتم تشوفوا الآن، وهذه هي أقوى رقصة دخول نزلت في سيرفر مينا. أول رقصة دخول عجبتني. شوفوا شباب، مع العلم حسابي يعني داخل بالشراكة وعندي أكثر من 25 رقصة دخول سكواد مثل ما أنتم تشوفوا الآن، لكن هذه الرقصة صراحة رقصة مميزة كثير. تخيلوا شباب، بعد ما نلف قارينا تعطيني لفة الحظ. دقيقة عمل الجليتشات لا انساهم، الجليتشات يعني الجليتشات تبع لفة الحظ. اين هم؟ شوف زود شخصية آدم، أين هي؟ انزل تحت هون، يعني أرجعها سوداء، هكذا سوداء، انزع لها ملابسها شباب عشان يعطيني لفة الحظ. بدي لفة الحظ يا قارينا. يلا شباب نعمل الجليتش. دقيقة هكذا، لا 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 لا، يلا نعمل جليتش. انزع هذو، انزع. تخيلوا معي لو عملت هذا الجليتش، يعني اخذ لفة الحظ. ننزع السلاح يجلب النحس شباب. يلا انزع السلاح. يعني شوفوا شباب، ازود قبضة، شوفوا انزع هذه القبضة، يعني اعمل مثل هيك وراح مباشرة ينزع السلاح. شوفوا شباب، راح اخلي شخصية آدم وبعدها ادخل لي الحظ الملكي. اول شيء ركزوا معي، راح ازيل مش هذا، راح ازيل هذه وهذه. اوكي، يلا لفة الحظ في المنام. شوفوا شباب، حدث مثل هذا مستحيل راح تاخذ فيه لفة الحظ. ليتس جو نلف 149 جوهرة، 5 توكن. يلا قارينا من هذه اللفة، اذا اعطيته لي راح اوزع 10 بوياباصات على المتابعين من التعليقات. يلا من هذه اللفة لو اعطيته لي راح اوزع 10 بوياباصات للمتابعين اخر مرة. يلا ليتس جو. يلا والله راح اوزع، حتى لو ما تعطيه لي، حتى لو تنزع هذا الحدث راح اوزع 10 بوياباصات من التعليقات. انزل اعمل تعليق ايجابي وراح تاخذ من عند رامي بوياباص. ليتس جو. لف، ما اعطوه لي. 429 لف، ما اعطوا لي ولا شيء. تخيل بقيت اخر لف. هذه الثلجة كبيرة وما بدي اياها وضخمة وعريضة، اريد ب 529 جوهرة رقصة الدخول تبع السكواد. يلا يا قارينا انت تسمعي كلامي ام لا؟ يا قارينا، يعني انا بتوقع منك الان يعني والله انها بدها تعطيها لي من اخر لفة. ليتس جو. هون جبنا اقوى رقصة دخول. يلا نجربها شباب. مباشرة ندخل في العالمية بشخصية آدم. يو شباب، نسيت البانر. يعني انا ما احب ابين اني داخل شاكارة فري فاير. ليتس جو. دقيقة ازود البانر والفي عشان يعني ادخل مع العالمية ما يطردوني، لانه لو ما زودت البانر والفي راح انطرد اكيد. يعني شوف شباب، البس السماعات وبعدها اول شخص. ليتس جو. عندي مام سريع. واو، يلا لا تحرقون. واو، والله انها بجدارة تستحق شباب، اقسم بالله انها تستاهل احسن من كل الاحداث. شوفوا لحد الان، شوفوا الاحداث اللي معنا. هذا الحدث ما يستحق، صرفت عليه اكثر من 11,000 جوهرة. هذا الحدث ما يستاهل اصلا سكن خايس. هذا الحدث اسطوري جدا. حدث الاراني بيكلف كثير وما يستاهل. حتى هذا الحدث ما يستاهل، لكن الاحداث الاخرى تستاهل كلها. شوفوا شباب، شوفوا شباب. دقيقة ادخل معي. شوف والله انها تستاهل. شوفوا الضباب، شوفوا الخلفية، والله انها تستاهل. ابدعتي يا قارينا، لأول مرة ارفع لك القبعة انك ابدعتي في رقصة دخول سكواد. اول رقصة دخول سكواد شفتها من عند قارينا، وشفت ابداع من عند قارينا في رقصة دخول تبع سكواد. شوفوا شباب، هون نكونوا وصلنا تقريب الى نهاية الفيديو. انا اعرف انه كل متابعين يعني شافوا هذه رقصة الدخول وعجبتهم، واكيد يعني كلكم بدكم تحصلوا على هذه رقصة الدخول، لكن ما عندكم الاموال عشان تشحنوا جواهر فري فاير وتاخذوا رقصة الدخول مجانية. قلت لكم في بداية الفيديو رامي معكم، لا
لا خوف عليكم، تم افتتاح اقوى متجر لي من عند رامي اللي تقدر تفوز به جواهر فري فاير مجانيه. شو هذا المتجر؟ شو في هذا المتجر؟ يلا تشوف. اول اشي كل الاحداث اللي انتم تشوفوا فيها، والله كل الهدايا اللي انت يا عزيزي المتابع تشوف فيها انت الان تقدر تشتريها فقط بالنقاط ومجانا، من هدايا فري فاير الى جواهر فري فاير حتى باقات ترقية مستوى من 6 حتى 30، عضويات اسبوعية، عضويات شهرية، هدايا من فري فاير، حتى حسابات فري فاير تقدر تفوز بها مجانية من متجر رامي على تطبيق الكيك. يا رامي قل لي كيف نفوز بهذو كل هذو الاشياء مجانية؟ يلا تابع معي هذا الفيديو اللي راح يشتغل معك الان في الشاشة. تدخل لمتجر ابلاي، تنزل تطبيق كيك، يعني بعد ما تنزل تطبيق كيك تدخل للتطبيق، تفتح التطبيق، بعد ما تفتح التطبيق تدخل للبحث تبع التطبيق، تبحث عليه باسم رامي 110، راح يخرج لك الحساب تبعي تبع كيك موثق وفيه 110,000 متابع. تعملي متابعة، اول ما تعملي متابعة راح تاخذ 5 نقاط مجانية، تبقى تشاهد البث تبعي على كيك اللي متواصل 24 ساعة على 24 ساعة، كل 5 دقائق مشاهدة تحصل على 1 نقطة. كي تعرف كم عندك من نقطة ما عليك إلا كتابة علامة تعجب هي الأولى وبعدها نقاطي، وراح يرد عليك البوت كم عندك من نقطة. وإذا حبيت تدخل تشتري هذو الهدايا بالنقاط فقط، تكتب علامة تعجب متجر ويرد عليك البوت برابط المتجر. وعندما تشحن الشحن راح يكون فوري، يعني بعد ما تشحن بشوية وقت راح تجد انه الجواهر او اي شيء تشتري يوصلك، واي شيء يعني تشتري راح يوصلك في البث المباشر. وصلنا الى نهاية الفيديو، دمتم في امان الله وحفظه، ولا تنسوا تتوجهوا الى تطبيق الكيك، اصلا الرابط راح تجدوه في الوصف. شباب الفرصة لا تضيع، لا تضيع فرصتك عشان تحصل على جواهر فري فاير مجانية.